السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. النهاردة هقدم لكم أكلة موفرة، وكمان هعمل لكم معاها طبق جانبي مخلل بتنجان مسلوق. وهنشوف ازاي نعمل الأكلتين بمبالغ بسيطة جدا، ما تتعداش القروش. يعني كيلو البتنجان تقريبا دلوقتي ال2 كيلو ونص ب5 جنيه. طبعا في وقت بيغلى فيه البتنجان، فطبعا الكمية بتختلف على حسب الوقت بتاع السنة. النهاردة هنعمل المسقعة بأقصى سرعة، وكمان بطعم روعة وخفيفة في نفس الوقت، مش هتضر معدتنا. هنعملها ببطاطس وبتنجان وفلفل حامي بس، مش عايزين مكونات تانية غير الطماطم والبصل وشوية فصوص توم نهرسهم، ونبتدي نعمل المسقعة. هنقلي البتنجان والبطاطس ونصفيهم من الزيت، وبعد كده بنحمر بصلة، بنخليها تدبل بس ما نخليهاش تحمر جامد عشان ما تبقاش الأكل مسبك، ونحط عليها شوية خل وكام فص توم نحمرهم مع البصلة. وبعد كده بنبتدي نحط الطماطم، نخلي الطماطم تتسبك شوية، وبعدين نضيفها على البتنجان والبطاطس وبندخلهم الفرن، وبتبقى عندنا أحلى مسقعة. طبعا التوابل اللي تحبيها كمون وشطة وملح حطي، وكزبرة ناشفة. وكمان نيجي نعمل البتنجان المسلوق، بننقي البتنجان الرفيع الصغير الحجم، ونبتدي نحوش العروش بتاعته الخضرة من فوق، ونحطه في مية مغلية مع شوية خل، ونبتدي بعد كده نسلقه. ولما يتسلق 3/4 سوا نحوشه ونحطه في ميه ونصفيه من الميه عشان نوقف النضج بتاعه، ونبتدي نحيقه بفلفل بشطة وفلفل أخضر وملح برضو. وبعد كده بنحطه برطمان إزاز أو نحطه في علبة بلاستيك وندخله التلاجة. الطريقتين، طريقة البتنجان المخلل والمسقعة سهلين جدا، نفذوهم لعيالكم واعملوهم في الأوقات اللي ما يكونش عندكم أكل. وكمان كان عندي بواقي كفتة من اليوم اللي قبليه، أخدتها وسخنتها بشوية مية وحطيتها في الفرن مع طاجن المسقعة، وحطيتهم على وش المسقعة كده، ادوا طعم ومنظر للطاجن. وكمان في نفس الوقت يعني الولاد اللي بيحبوا ياكلوا الكفتة اكلوها بألف هنا وشفا. وكمان معاهم طاجن المسقعة، وكمان معاهم البتنجان المخلل ادى طعم للأكل.